اليوم الاخير في 2001 من الجوله الاخيره من الليغا اللي سقط اثرها للدرجه الثانيه، لعب مباراته الاخيره هنا وامام نفس المنافس ريال مدريد. سبحان الله، يعود ويخوض اول مباراه له عندما يعود الى حظيره الكبار ضد ريال مدريد، مش اول مباراه في الموسم، اول مباراه على ميدانه في امام ريال مدريد. هاوسن من هنا على جهته اليسرى، يدخل امامه كاريراس، ترجع لجولير، يغير تماما على الجهه اليسرى في اتجاه رودريجو، يدخل رودريجو والكره صعبه، واول ركنيه في المباراه كاد يلحق عليها داني كارفاخال في القائمه الثاني، اقدم لاعب في تشكيله ريال مدريد منذ 2003 الاولى من الدوري، طبعا بقياده تشابي الونسو، بينما في الجهه المقابله فيليكو بونوفيتش الصربي هو اللي درب نادي اوفيدو. الكره تسترجع هنا عن طريق اللاعب لوكا إيليتش، يرسل الكره بعيدا للامام. يبدو لي منذ البدايه اننا سنشهد مباراه في اتجاه واحد لصالح عناصر ريال مدريد في اللعب الهجومي. كره من هنالك فالفيردي في الوسط، تاردا جولير من هنا على الجهه اليسرى، غير تماما لرودريجو، يوصل لكيليان مبابي، موجود من هنالك ماستانتونو، يدخل كيليان مبابي مازال في المراوغه، يواصل يغير تماما على الجهه اليمنى لكارفاخال وسهل الكره هذه بين احضان ارون اسكانديل حارس مرمى نادي ريال اوفيدو. لقب واحد في حياته كان كأس الملك سنة 2015. هذا المدرب فيليكو بونوفيتش السربي الذي يدرب نادي أوفيدو الذي ضاع بين الدرجتين الثانية والثالثة، وكاد أن يعلن إفلاسه في وقت ما لولا الريال الذي أنقذه. أعتقد في سنة 2012 كان سيعلن إفلاسه، الريال هو الذي أنقذه بمساعدة مالية. كرة في الوسط، تشواميني يلعب من هنا على الجهة اليسرى، كاريراس وتشواميني ترجع لدين هاوسن، من هنالك أنطونيو روديجير، توصل للألماني روديجير، لم يلمس الكرة بعد ماستانتوند، واعتقد بانه الكثير من عشاق الريال يريدون اكتشاف هذا اللاعب في كيليان مبابي، والتسديد من بعيد، كره بعيده تماما في بباغه الحارس ارون اسكانديل، بهكذا كره من بعيد. هذه اعاده للكره الاولى في المباراه، بكاد على اثرها نادي اوفيدو يفتح مجال التسجيل من 3 لعبات، والا كان سيكون